أغرب قضية سب دين في تاريخ القضاء المصري. قبل ما نبدأ في الفيديو لازم تعرف إن إحنا فاضل لنا تكة ونوصل 10,000 أخ وأخت. ما تنساش تدوس على الزائد اللي تحت صورتك عشان تنضم لإخواتي، وتنزل في الكومنتات تقول لنا رأيك في الفيديو، وتدوس على القلب الأبيض ده تخليه أحمر. ونبدأ في الفيديو. كان في يوم من الأيام واحد مسلم بيتخانق مع واحد مسيحي، فراح المسلم سب الدين للمسيحي، فالمسيحي راح رفع قضية وجاب شهود ومنهم مسلمين، فالمسلمين والمسيحيين شهدوا ان المسلم سب الدين للمسيحي، فاضطر المسلم يوكل المحامي. وكان المحامي ده السياسي المعروف مكرم عبيد، ووافق مكرم عبيد يمسك القضية. وأول ما راح المحكمة أول جملة بدأ بيها إني أطالب عدالة المحكمة بإسقاط الدعوة عن موكلي المسلم، لأن القضية خرجت عن دور التقاضي بالدستور الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية. فرد القاضي متعجبا: وما هي قرينتك؟ فقال له مكرم عبيد: قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولهذا السبب لا يوجد دين مقدس آخر تمت إهانته، فالدين واحد فهو الإسلام وما دونه كفر. فضحك القاضي وقال له: هل تؤمن بهذا؟ فرد مكرم عبيد وقال له: لا، بل أخاطبك بما أنت تؤمن به ويسوغه الدستور المصري. فتهزت المحكمة من التسقيف، والمسلم خد فيها براءة. ودي كانت أشهر وأغرب قضية في التاريخ المصري، لأن الخصمان كان واحد مسلم وواحد مسيحي، وكان المحامي بيدافع عن المتهم المسلم، والمحامي كان مكرم عبيد السياسي الشهير وكان مسيحي. بس كده يا صديقي، وخلص الحلقة بتاعت النهارده. وما تنساش تضغط على اللايك الجميل ده، وتنزل في الكومنتات تقول لنا رأيك في الفيديو، وتدوس على الزائد اللي تحت صورتي عشان نوصل 10,000 أخ وأخت. سلام.